تعال اقول لك ازاي تعمل الصور دي بكل بساطة عشان تقدر تنظم يومك صح وتستغله بكل سهولة. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في الفيديو ده هنشرح موقع مهم جدا لازم اي حد لازم يكون عارفه، عشان هو موقع يعني رهيب ومحترم جدا. انا شخصيا بستعمله كل يوم. فالموقع ده اسمه كانفا. اول حاجة ندخل على جوجل كروم، وبعد كده نكتب في السيرش كانفا ونختار كانفا. طبعا كانفا ديت انا بستعملها على طول، بستخدمها في مونتاج الفيديوهات. اول حاجه ده canva.com، هنضغط على فري ديزاين تول. اول خيار بيظهر لنا في اول الصفحه، فهو دخلنا على الصفحه اللي انتوا شايفينها دي كانفا. طبعا انا مسجل، فانا هعمل، لو انت اول مره تدخل فهتعمل سجل الان، اما لو انت مسجل قبل كده في الموقع فهتعمل تسجيل دخول. طبعا عشان انا مسجل قبل كده فانا هعمل تسجيل دخول. هندوس على تسجيل دخول، وبعد كده انت ممكن بقى تدوس، لو انت عامل مثلا عامل مسجل باستخدام الحساب اللي على الفيسبوك، او مسجل باستخدام الحساب اللي على جوجل. انا مسجل بالحساب اللي على جوجل، فهدوس على المتابعة من خلال جوجل، دوس عليها. وبعد كده هختار الحساب اللي انا مسجل بيه على كانفا، فهختار الحساب اللي انا مسجل بيه. وبعد ما عملت الاكونت بتاعي، ده الاكونت بتاعي اللي على كانفا. طبعا كانفا ده انا بستخدمه في عمل الصور المصغره، حتى الصور المصغره بتاعتي انا بستخدمه من خلاله، بستخدمه على طول يعني. موقع غني عن التعريف يعني. انت بقى الموقع ده انا بعمل عليه صور مصغره، فاحنا عشان هنعمل النهارده جدول ازاي تصمم جدول زي اللي انت شفته ده بالظبط. فهندوس على اول حاجه ابتكار تصميم اللي فوق، هندوس عليها عشان نعمل تصميم جديد. وبعد كده عندك كذا خيارات تعملها. عندك هنا ممكن تنشئ مستند او سبوره بيضاء، يعني لو الناس اللي بتشرح على السبوره البيضاء صوره مصغره. وبس احنا هنستخدم اللي هو هنستخدم المخطط، هندوس على مخطط. بعد ما دخلنا جاب لنا الصفحه اللي انتوا شايفينها ديت، فاحنا هنختار التمبلت اللي احنا عايزين نشتغل عليه. في تمبلتس كتيره جدا، ممكن تختار اللي انت عايزه، في يعني قوالب كتيره جدا، وتقدر تبحث يعني على القالب اللي انت عايزه في السيرش من فوق، وهيجيب لك كل حاجه. تمام. وليكن احنا هنشتغل على المشروع اللي انا وريت لكم من شويه، اللي هو كان عامل عليه CS50. فاحنا هنختاره، جاب لنا الصوره ديت. فاحنا عشان نلغي القائمه اللي احنا جبنا منها التمبلت، هنضغط على السهم اللي بيدخل ناحيه اليمين اللي هو ده، هنضغط عليه. لما نضغط عليه هيدخلنا على الصفحه دي اللي انتوا شايفينها ديت ببساطه شديده. طيب كده احنا جبنا الصفحه دي. اول حاجه نشرح الصفحه الشريط اللي تحت ده. الشريط اللي تحت دوت مكتوب هنا تكبير او تصغير، يعني انت لو عايز تكبر كده تصغر كده زي ما انت عايز. مثلا انت كبرت وعايز تشوف بشريط الماوس من هنا، هتروح منزل كده بشريط الماوس، والصوره هتنزل معاك زي ما انتم شايفين. طبعا احنا قلنا دي تكبير التصغير، ديت الصفح او العرض الشبكي، وديت العرض ووضع ملء الشاشه. يعني انت لو عايز تخلي الشاشه كلها زي تخلي شاشه الكمبيوتر كلها على كانفا، ممكن تدوس عليها. بس احنا مش عايزين الخيار ده. احنا دلوقتي عايزين نكتب، وعايزين بقى نعمل تصاميم، وعايزين نظبط كده الالوان، نظبط الدنيا كده. اول حاجه احنا عايزين نسمي المشروع اللي احنا بنعمله ده. اول حاجه هنضغط على الخط اللي فوق ده، هنضغط عليه ضغطه كده، وبعد كده هنمسحه ونكتب مثلا CS50. تمام. طبعا طول الخط المعفن ده هقول لك سهله بسيطه جدا. كانفا فيه خطوط موت مش تتوصف، بالعربي وبالانجليزي كمان. اول حاجه هنضغط على الخط اللي في اعلى الصفحه من فوق مكتوب هيليوم او اعتقد، هنضغط عليه. اختار بقى الخط اللي يعجبك، خطوط بقى الى ما شاء الله. هنختار وليكن الخط دوت مثلا.
لما اخترناه هتلاحظوا ان هو اتطبق في الصفحه. ممكن تختار اللي انت عايزه بالخيار ده اللي انت شايفه دوت، اللي هو اللي عليه ازرق، اللي هو عامل زي الشبكه كده، بتمسكه كده وتحركه. تمام. تقدر انت تكبر الخط عن طريق اللي انت بتعمل الماوس على احد الزوايا بتاعه الخط. بس الاول عايزين نمسح اللي هو التارجت دوت عشان نعرف نشتغل على كانفا. هنمسحه. لما اضغط عليه كده هيظهر لي علامه الحذف، تمام. طب ايه هي علامه الزائد دي؟ الزائد دي لو عايز تكرره، يعني لو دوست عليه كده لقيته كررته، يعني لقيت كررت ليه نفسه. تمام كده اتكرر. فاحنا هنمسح دي وهنمسح ده وهنمسح ده، وبعد كده نجيب اللي هو CS50 العنوان ونحطه في النص كده، وبعد كده نبدأ ان احنا نكبره زي ما انتم شايفين، وبعد كده نروح جايبينه كده حاطينه في النص. تمام وبس كده. نبدأ بقى ان احنا نظبط الدنيا. يعني انت ممكن تعدل في اي الوان، المربعات، اللون نفسه، الخلفية، اي حاجة كانفا بتاعها لك. عندك دان هنا ممكن احنا نسيبها. احنا مثلا هنمسح الديو ديت ده وهنكتب الويك، هنكتب اسبوع بالانجليزي. تمام. فاحنا هنكتب ويك. تمام كتبنا ويك زي ما انتم شايفين. بعد كده احنا بقى عايزين بقى نضيف عناصر، عايزين نلون، نظبط الدنيا كده. عندك حاجه اسمها على الشريط اليمين اللي انت شايفه دوت، هندوس على نص. عايز تضيف نص جديد او عايز تضيف مثلا هنشوف كل خيار، بس هناخد الاول النص. عندك ممكن نضيف اضافه عنوان، لما ندوس عليه هينزل لك نص. ممكن تنزل نص زي ده، ممكن تنزل نص زي ده، ممكن نص زي نص صباح الخير. يعني في نصوص كتيره جدا. طبعا اللي لما تلاقي التكست او عليه برو اعرف ان هو مدفوع، مش تعرف انت تقدر تستخدمه. طبعا اهو دي كلها نصوص تقدر تستخدمها، يعني النصوص جميله جدا. انصح اي حد يستخدم الموقع ده. الموقع ده غني عن التعريف، معروف جدا، وان شاء الله ممكن نعمل بلاي ليست عنه اشرح فيه كل حاجه. تمام. احنا بس عايزين اللي هو اضافه عنوان. هضغط على اضافه عنوان، وبعد كده انا مثلا انا ضفت هنا مرتين، انا عايز امسح واحد. تمام هدوس عليه، وبعد كده اعدل فيه براحتي. هروح ماسح كده، وبعد كده مثلا اكتب وليكن صفر، وليكن الاسبوع الصفر مثلا. كده كتبت اسبوع صفر. تمام. هروح مصغر زي ما انتم شايفين كده، مصغره. تمام. واروح واخده واروح حاطه فوق هنا. تمام كده انا حطيته هنا. تمام. اقدر بقى ان انا ايه، اقدر يعني الونه. يعني مثلا انت عندك هنا بالاسود، ممكن الونه. يعني ممكن اخليه باللون مثلا الايه، مثلا وليكن خليه بالازرق او كده. اتغير لو انتوا شايفين بقى باللون الازرق. اقدر مثلا اغير الخط بتاعه من هنا، بس الخط بتاعه حلو. اقدر اكبر الصفر ده من هنا. يعني لو لاحظت من فوق تقدر تكبره. يعني في خيارين ان انت تكبر التكست من هنا بالماوس او من فوق من الشريط اللي فوق اللي انت شايفه ده. يعني مكتوب هنا 16.6. تقدر بتدوس على الزائد يعني بيكبر، شايفين، وبالسالب بيصغر معاكم. تعمل زوم اوت. تمام. عندك هنا البي اللي هو مثلا هتكون انت عايز الخط يكون عامل ازاي. البي ده يعني لو انتوا عايزين الخط بارز ولا لا. طبعا احنا مش عايزينه. طبعا الخط بارز ده بيستخدم في المدونين، اكترهم بيستخدموه لما يجوا يعملوا العناوين. البي ده بيستخدم على طول. ده لو انت عايز مثلا الخط يكون مثلا معوج، بس دوت مش متفاعل لان انا كاتب صفر، اما لو كاتب يعني كاتب اسم بالعربي او اسم بالانجليزي، فيقدر ان هو يعوج لي الكلام بيكون مش مظبوط، بيكون معوج. تمام. هنا لو انت عايز مثلا تخلي التكست اللي انت بتحطه في النص، يعني لو دوست عليه كده، يعني خدت بالكم خليته في المحاذاه. تقدر انت
تستخدمه تحطه في انهي مكان. بس احنا طبعا ما بنستخدمش ده، انا بستخدم على طول الماوس، اغلب تعاملاتي بتكون مع الماوس. تمام. التأثيرات بقى، لو انت عايز تخلي التأثيرات دي بقى، فيه تأثيرات جامدة جدا. يعني انت تخلي النص، ممكن تخلي النص اللي هو ليه خلفية زي كده. تمام. طبعا هو مش ظاهر باين كده، او خليه مثلا كده. زي ما انتم شايفين ظهر لي الخلفية، زي ما انتم شايفين ظهر لي الخلفية. طبعا انا مش عايز الخلفية خالص، فانا هدوس لا يوجد، مش عايز، انا عايزه كده. تمام. تقدر تخلي التكست اللي انت خدته يعني منور نيون، في ظل. يعني انت لو خدت ممكن تخلي التكست بتاعك في ظل، خليها ظل كويس. يعني اهو لو انتوا تعال نعمل زوم ان كده عشان تشوفوه. لو لاحظتوا هتلاقي ان هو معمول له ظل كده. تمام. تمام. وبعد كده بقى عايزين نضيف نص تاني او نكتب اللي احنا عايزين نعمله، وليكن نضيف نص تاني. نضيف نص، وبعد كده مثلا نختار اي نص تاني، وليكن نختار اي حاجة. بعد كده نشيل السهم اللي هنا، من هنا السهم دوت، ايوه، هندوس عليه. وبعد كده بقى نكتب الخط اللي احنا عايزينه، وليكن هنكتب مثلا ايه، هنكتب مثلا CS50 CS50 in Arabic. تمام. CS50 in Arabic. هروح مصغرين دوت كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده نروح محركينه مدخلينه هنا مثلا كده. تمام. تقدر تصغره، بس انا هو مناسب على الحجم. تقدر بقى تغير في اللون بتاعه. طبعا انا عرفتكم ازاي تغيروا اللون، بس يعني خلينا بس احنا كده كتبنا CS50. ممكن نكتب مثلا سكراتش مثلا، ممكن نضيف نص كمان، نضيف نص كده ونظبط روحه كده. وليكن نضيف، انا مش عايز اضيف نصوص. خلاص خلينا نضيف النص دوت. هروح شايل الشريط كده زي ما انتوا شايفين، هعمل زوم اوت عشان اعرف امسح الرمز دوت. وبعد كده همسح اللي تحت دوت عشان انا عايز تكست واحد، مش عايز 3. هنا بقى تقدر ان انت تستخدم، يعني تمسح كده زي ما انت شايف. هنا ممكن تمسحه كده وتكتب مثلا لغة، خلينا بس كده سكراتش. تمام. كده كتبنا لغة سكراتش. عايزين بقى، هو كتب بالعرض، احنا عايزينه يكون بالطول، فاحنا هنعمل كده. يعني لو على الشريط الجانبي من التكست هنروح عاملينه كده، او زي ما انتوا شايفين بقى النص اهو. بس النص مكتوب على النص التاني لان انا ما مسحتش النصوص اللي هي النصين التانيين. كان المفروض ان انا امسح النصين التانيين عشان اعرف يتكتب ايه. بدل نعمل نفس الحركات ديت. تقدر انت مثلا تضيف رسومات، تقدر مثلا تضيف ماوس، قلم، اي حاجة عادي جدا. ممكن مثلا تضيف وليكن احنا عايزين، ممكن تنزل الشريط تحت كده، ممكن تجيب خلفية غير الخلفية اللي انت عايزها ديت اللي انت بتستخدمها. ممكن تجيب رسوم بيانية، هتلاقي رسوم بيانية كتيرة جدا.
انا شخصيا بستخدم السهم ده، بستخدم الشريط دوت في التحميلات. لو انت مثلا عايز تجيب حاجة من عندك زي ما انتوا شايفين كده، لو انت مثلا عايز تحط صورة وليكن، ممكن تدوس عليها وتنزلها، وليكن مثلا نجيب اللوجو بتاع بينج، نزلت زي ما انتوا شايفين، تقدر تتحكم فيها وتظبط الدنيا. تقدر تجيب فيديوهات صوتيات زي ما انت عايز. لو دوسنا على العناصر من هنا، العناصر منها زي ما انت ممكن تختار جدول، عايز سهم، يعني حاجات متوفرة معاك جدا يعني. اللي انت عارف كانفا ده لو انت اشتغلت عليه تقدر انت تكسب منه فلوس يعني. العناصر او التمبلتس الموجودة ديت ناس هم اللي بيعملوها وبيرفعوها على كانفا، ولما انت تستخدم التمبلت بتاعه هو اللي بيكسب، هو اللي بيكسب. تمام. ففي ناس بتحقق يعني ارقام مهوله يعني. انت مثلا داخل على موقع فريلانسر، هو ده السهم اللي بستخدمه. انت مثلا بتخش على موقع فريلانسر ويقول لك مثلا عايز اعمل لي صوره او صوره مصغره عن كذا. انت بقى لو انت مش عارف اي حاجه في فوتوشوب، تخش على كانفا، تاخد التمبلت الموجود تعدل عليه، هيكون تمبلت فله. اه والله. فهو جامد، كانفا جامد جامد، يستحق ان هو ياخد اكتر من 5 نجوم والله. تمام. هفضلك بقى ان انت تظبط الصوره وتظبط كل حاجه، وبعد كده تدوس على مشاركه من فوق من هنا. بعد ما تخلص تروح دايس على مشاركه من فوق من هنا، تروح دايس على تنزيل. طيب في بقى طريقه تانية، لو انت مثلا عايز، مثلا انت بتستخدم على الكمبيوتر، عايز تاخد الصوره ديت تكون عندك في التليفون ببساطه شديده جدا. اول حاجه طبعا ممكن الطريقه المعروفه، انت ممكن تقلي مثلا الملفات من التليفون للكمبيوتر او من الكمبيوتر للتليفون، ودي بنشرحها طريقه سهله جدا. في اقل من دقيقه تقدر تنجل ملف ساعه، تقدر تنقله في دقيقه واحده بالظبط. سي اس 50 عشان الصوره اللي احنا نزلناها دلوقتي عايزين نستخدمها في التليفون. نعمل ايه؟ هتخش على التليفون وتنزل تطبيق كانفا، ولازم تكون عامل الاكونت اللي عملته على الكمبيوتر يكون معمول على نفس الاكونت اللي معمول على التطبيق اللي انت نزلته. هتلاقي الصوره اللي انت نزلتها او اللي انت عملتها على الكمبيوتر هتلاقيها موجوده على التطبيق، لان انت عامل نفس الاكونت. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا في الفيديو ده ولو معلومه واحده. استنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله نشرح كانفا بالتفصيل ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.